القمة تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز على أنفيلد. ليفربول في المركز 6 ب39 نقطة بلس 6 فارق أهداف 39-33، والسيتي في المركز 2 ب47 نقطة 49-23 حسب آخر إحصائياتك. مباراة مهمة للطرفين، سيتي يطمح لمواصلة المنافسة على اللقب، وليفربول يريد تعزيز نتائجه وتحقيق حضور قوي في الدوري. التركيز التكتيكي، كيف سيلعب الفريقان؟ ليفربول، طريقة اللعب الأساسية، التشكيل المتوقع 4-2-3-1. ليفربول: مامارداشفيلي، برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون، غرافنبرغ، ماك أليستر، صلاح، سوبوزلاي، جاكبو، إيكيتيكي. دفاع منظم مع فان دايك بلاس كوناتي أو مماثلين. وسط مزدوج يساعد على الاستحواذ والربط بين الدفاع والهجوم. محمد صلاح وفلوريان فيرتس، وهداف ثالث مثل هوغو إيكيتيك. أسلوب اللعب: ضغط عال لإجبار الخصم على الأخطاء، خروج سريع للهجوم من العمق، استخدام أجنحة قوية مثل صلاح وغيره في التحولات السريعة. قوة ليفربول في التحولات السريعة، خصوصا مع لاعبين يملكون سرعة وتمريرات ذكية. مانشستر سيتي: سيناريو اللعب، التشكيل المتوقع 4-3-3. مانشستر سيتي: دوناروما، نونيس، دياز، غفارديول، أوريلي، غونزاليز، سيلفا، رايندرز، فودن، دوكو، هالاند. جدولة الكرة والتحكم في الإيقاع، خطوط متقدمة مع كرات قصيرة متداخلة، محور إبداعي عبر دي بروين مع هالاند في المقدمة. أسلوب اللعب: سيطرة على الكرة، الكرات بين الخطوط لاختراق الدفاع، اعتماد على التحركات الجماعية. يتميز السيتي بانضباطه التكتيكي وقدرته على تغيير إيقاع اللعب حسب الموقف. نقاط القوة والضعف: ليفربول: قوة، سرعة في التحولات، ضغط منظم في منتصف الملعب، استفادة من مواهب صلاح أو فيرتس لحلق الفرص. ضعف: أحيانا تترك مسافات بين الخطوط، ترتيب دفاعي غير ثابت أحيانا أمام الفرق القوية. مانشستر سيتي: قوة، أفضل دفاع في الدوري بعدد أقل من الأهداف المستقبلة، جودة إبداعية في الوسط، تنظيم هجومي ممتاز. ضعف: في بعض المباريات خصوصا بعيدا عن الأرض ضعيف في إنهاء الهجمات. استغلال المتغيرات السريعة قد يربك منظومة الضغط العالي للخصم. أرقام مهمة قبل اللقاء: ليفربول في آخر مبارياته في أنفيلد 3 مباريات بلا هزيمة في الدوري على أرضه، معدل تهديف ممتاز حوالي 3.66 هدفا في آخر 3 مباريات هناك. مانشستر سيتي بعيدا عن أرضه، نتائج مختلطة، بدون فوز في آخر 3 مباريات خارج ملعبه في الدوري، معدل تهديف أقل، وأرقام دفاعية تسمح ببعض الأهداف المنافسة. التاريخ بين الفريقين يشير إلى صعوبة كسر عقدة أنفيلد بالنسبة للسيتي، وإن حققها سيكون إنجازا مهما جدا. المعركة التكتيكية الأساسية: من يتحكم في وسط الملعب؟ سيتي يحاول بناء اللعبة من العمق، ليفربول يحاول الضغط وتحويل الكرة بسرعة للخط الأمامي. إذا سيطر ليفربول على وسط الملعب بالضغط المبكر، فرص أكثر للهجمات المرتدة. من يستفيد من الأخطاء؟ الضغط العالي قد ينتج أخطاء في البناء من السيتي، وما يترجم لأهداف لليفربول. استخدام الجناحين، صلاح أو جناح مماثل ضد دفاع السيتي هو مفتاح خطر لليفربول من الأطراف. الخلاصة المتوقعة 90 ثانية. إذا سيطر ليفربول على وسط الملعب وفرض الضغط، فرص الفوز مرتفعة. إذا استطاع السيتي الإبقاء على الكرة وتحقيق الاستحواذ المتحرك، سيعاقب الأخطاء الدفاعية للضيف. النتيجة قد تكون مفتوحة، ومن المرجح أن يكون هناك أهداف من الطرفين. مع المحلل أداء أحمد مجدي. لو عجبتك الفيديو اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس